هاتي كوباية شايك وتعالي بسرعة، خبرة 25 سنة في التوفير. الجنيه التاني، الجنيه التاني 3 جنيه برضو، لسه بتقولي 3 جنيه هيوفروا لي 3 جنيه هي هم دول التوفير؟ لا، دي معادلة عايزة كل واحد يحفظها او كل واحدة تحفظها. 3 جنيه دول وجهة نظري، 3 جنيه دخلك كله، اعتبريه 3 جنيه هتقسميه على 3. اول جنيه اتفقنا عليه وخلاص خلصناه، للحياه اليوميه والاكل والشرب والفطار والغدا والعشاء ومصاريفنا والكلام ده خلاص اتفقنا. تاني جنيه اتفقنا هنقسمه بقى ايه؟ 2. نص للثوابت، الثوابت حسب الفئه العمريه لكل بيت، حسب الاطفال، حسب احتياجاته، فواتيري، كل الحاجات دي من الجنيه ده. طبعا انا هعرفها ازاي؟ طب يا هلا، طب انا هعرفها ازاي؟ هقول لك، تعالي هتعرفيها ازاي. هتعرفيها بحل بسيط جدا، زي ما بنقول في كل فيديو، بالتنظيم. التنظيم يعني ايه؟ ورقه وقلم. انا كاتبه، انا فاتوره الكهرباء بتجيلي حوالي 150 جنيه، فاتوره الغاز، فاتوره النت، كل حاجه انا كاتباها، فانا عارفه انا كده هستهلك كام. طب تمام، حلو قوي. طيب بقيه الفلوس دي، على اعتبار ان هي 1000 جنيه مثلا، 500 طلعتهم فواتير. طب بقيه الفلوس دي ال 500 دول هقول لك بقى تعملي بيهم ايه. بقيه الفلوس دي ليها كذا بند. هتقولي هتكفي كل البنود دي؟ هقول لك ما هو مش كل شهر نفس البنود هي. يعني الشهر ده عندي ضغط امتحانات فانا محتاجه فلوس شويه، الشهر ده عندي فرح، ده احنا في الصيف عندي فرح، يبقى هاخد الفلوس دي، مثلا عايزه فستان، عايزه حاجه، طلب لولادي، اي حاجه. طب الحمد لله ما عنديش اي حاجه الشهر ده، طب نفسحهم بال 500 جنيه، او بالمبلغ ايا كان. هو انا بديكي مثال بس، ب 500 جنيه نفسحهم. حلو قوي، يبقى ده انا مسمياه نص الجنيه بتاع الترفيه. يعني التلت قسمته 2 للثوابت، والنص التاني للترفيه. الترفيه بقى ده حطي جواه البنود اللي انت عايزاها كلها. ترفيه، يعني ممكن شهر فسحه، ممكن شهر لا قدر الله دكتور، ممكن شهر عندي فرح، ممكن شهر عندي مناسبه وعايزه اجامل حد. يبقى انا كده عندي مبلغ عارفه ده ايه. ربنا اراد ومفيش اي حاجه عندي الحمد لله بفضل من ربنا، هاخد الفلوس دي اشيلها. ايه ده هتشيلها تعملي بيه ايه؟ اقول لك هتعملي بيه اسبوعي بس. عندنا حاجات كتيره. اصل هو التوفير وان انا انظم بيتي ده اسلوب حياه، ده مش بيخلص في فيديو. هقول لك هتعملي ايه ان شاء الله، كل فيديو هحاول اشرح لك جزء. احنا كده خلاص معانا الفلوس دي. الفلوس دي هتتشال بقى، ليها كذا بند. ممكن ندخلها في الادخار، والادخار هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي ازاي وهنعمل ايه بالظبط. الادخار انا عايزه مثلا اشتري حاجه بسيطه كده، هتاخد لها كام الف كده. هقولك هتعملي بقى ايه. المبلغ ده هتحوشيه للحاجات دي، او هتشيليه. مثلا انا هصرف في الصيف ده رايحه مصيف فمحتاجه فلوس، هيبقى هو البند ده. يبقى انا وفرت البند ده، يعني ايه فليكسبل. البند ده كده بند مرن معايا، ادلع بيه نفسي، اعمل حاجه لنفسي. احنا مش هنفضل كده على طول يعني، احنا رجاله، بس لازم ندلع نفسنا. ممكن ما اخرجش، ممكن ما اعملش اي حاجه، اجيب شويه حاجات لنفسي، صن بلوك، ميك اب، يعني انا وولادي كده. هو ده الترفيه. عارفين النص ده بتاع الترفيه ده؟ خلي بالكم منه، ده احلى نص، احلى مبلغ في الفلوس كلها وفي الميزانيه كلها. هنوفر بس برضه هندلع نفسنا. هنخرج، هنشوف ايه اللي ورانا، واحده واحده ان شاء الله باذن الله. هخليكي اسطوره في التوفير، في التوفير والتدبير. واحنا متفقين ان مش معنى التوفير ان انا هحرم نفسي، خلينا متفقين على كده. ان شاء الله لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك والدعوات الجميله، وربنا يرزقكم الخير. واوعوا تنسوا عمل الخير حتى لو بالقليل. ممكن نعمل حاجه خير كده بسيطه، ناخد سندوتشات الصبح نوزعها لاي حد. اي خير بسيط ولو بسيط بيدخل عليكي، ربنا بيوسع عليكي، بيرزقك من وسع يعني. ربنا يرزقنا ويرزقكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.